ملعب اللقاء يسعدنا النهارده معانا الجندي المجهول، معانا الورقه الرابحه للمعهد الالماني. النهارده بيكون حاجه جميله جدا موجوده في المعهد الالماني ودوره اطباء اسنان ونهائي دوره اطباء اسنان 2024. سعاده كبيره جدا النهارده. مرحب بالدكتور ونقول له كل سنه وانت طيب، لكن في البدايه نرحب بيك. وانت طيب وبخير يا رب. اهلا بيك واهلا بينا كلنا في نادي جزيره الورد النهارده. دكتور محمد سعيد. اهلا بيك يا دكتور، وان شاء الله يكون يوم سعيد جدا في البطوله ويكون شيء رائع في البطوله النهارده. ظهور كبير للاستاذ عبد الغني. شوف الرعاه عاملين حاجه كبيره جدا، بتحطوا بصمتكم النهارده في المنظومه الرياضيه. ده شيء رائع يدل على نجاح كبير جدا لاول مره في ظهوركم في دوره اطباء اسنان. الحمد لله دي اول مره، واكيد بعد كده مش تبقى اخر مره. حابين ان احنا طبعا نوجه شكر كل القائمين على الدوره دي كلها، بدايه من دكتور مصطفى الشافعي ان هو ادانا الفرصه، اتاح لنا الفرصه نكون موجودين معاكم السنه دي في نادي الجزيره. وطبعا مستر عبد الغني هو اللي كان يعني دايما على طول عنده التوجه دوت ان احنا على طول لازم نكون داعمين سواء للرياضه او اي انشطه شبابيه موجوده. وحابين طبعا نوجه شكر للاستاذ طارق عبد الهادي، هو يعني الراعي الرسمي النهارده، هو صاحب المكان، هو اللي استقبلنا عنده في مكانه. وطبعا دكتور حاتم الجندي على استقبالنا ليه النهارده والدوره دي كلها. والحمد لله نجاحها كله، ان شاء الله معاهم سنه واثنين وثلاثه وجايين يعني اكتر. البطولة صعبة جدا لكن قدرتوا تنجحوا تحطوا بسمتكم. المعهد الألماني بالمنصورة مش لأول مرة يحطوا بسمته وينجح في كل بصمة لازم ينجح ويعمل علامة كبيرة جدا. هي علامة كبيرة في محافظة الدقهلية. أعتقد شيء رائع جدا بنشوفه في نجاح كبير في منظومة بدأت تخش في الاستثمار الرياضي. ده شيء كبير بيدل على النجاح. الحمد لله المعهد الالماني احنا بقالنا 6 سنين في المنصوره، والحمد لله نزلنا في نشاطات كتير جوه المنصوره، سواء داخل الصرح الكبير جامعه المنصوره، سواء داخل نادي جزيره الورد، ونزلنا جوه اصرحه كبيره جوه جامعه المنصوره. والمعهد الالماني مش بس يعني نشاط ثقافي، بندعم جميع الثقافات الموجوده سواء النشاطات الثقافيه او النشاط الرياضي الموجود في المنصوره هنا. وان شاء الله قريبا المنصوره وخارج المنصوره كمان باذن الله. شكرا ليك. شكرا ليك.